بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. من انجيل معلمنا لوقا البشير اصحاح 12 من عدد 13. وقال له واحد من الجمع يا معلم كل اخ ان يقاسمني الميراث. فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما؟ وقال له انظروا تحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضوع أجمع فيه أثماري. وقال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، والمجد لله دائما أبديا آمين. نشكر ربنا على هذه النهضة، وربنا يبارك فيما نسمع وفيما سمعنا ويعطينا نعمة وبركة وعزاء. ولو سمحتوا تقفلوا الأبواب وهدوء تام. هكلمكم أنا النهارده عن إيه؟ المسيحي والمال. المسيحي والإيه؟ والمال. لفت نظري في الورقة بتاعت الترانيم بيقول أيام صعبة. هي صعبة؟ صعبة؟ مش صعبة. كل الأيام صعبة يا أبو. كل الأيام صعبة، وفي ناس بيقولوا لا مش صعبة. الترنيمة خدت بالكم بتقول إيه؟ وبفرض إنها أيام صعبة، بفرض إنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، ما أنا عارف والرب شارحها ومسميها زمان الغروب والقرار، وأنا هعمل كل اللي عليا وهأثبت على موقفي ومكاني وهنور ليلي بأغنية تعلن في الضيقة إيماني. يعني موقفك من الأيام الصعبة دي يعلن إيمانك. ده كان في ناس في أيام الجوع والقحط وتشكر ربنا، وكل ما نشكر اللي معانا يزيد وربنا يبارك فيه. وانتوا عارفين الكلام بتاع القديسين ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. فنشكر نشكر نشكر هيدينا يدينا يدينا، والعكس صحيح. التذمر لا تتذمروا كما تذمر أناس منهم اللي هم بني إسرائيل. عملوا إيه؟ فأهلكتهم الحياة، لدعتهم كده الحي عشان ما بيشكروش. هنشكر ربنا. هناخد كم نقطة في موضوعنا المسيحي والمال، ويا ريت نحفظهم. النقطة الأولى هي إن المال منحة من ربنا بيديها لنا. طب اللي بيدي منحة نقول له ده قليل؟ المنحة دي كان يسبقها كم منحة أخرى. المال هو جاي لي عن طريق إيه؟ اداني منحة العمر اللي فات، أشكرك يا رب. واداني نعمة إن أنا أشوف وذاكر وانجح وعدي سنة واثنين وثلاثة، وبعدين أخد شهادة، وبعدين أتعين وأقبض سنة واثنين وثلاثة. يبقى دي مش كل دي منح من عند ربنا بيديها لي؟ وكل ما أخد منحة وأشكر عليها هيديني منحة أخرى. إيه المنحة الجديدة والمنحة الأخيرة؟ النسمة الليثية لسه
لسه أحد الآباء أول امبارح بيقول إيه؟ إنما الإنسان نفخة وحياته نسمة، مش كده؟ واحدة راحت قالت لابونا ده، قالت له نفسي أشوف النسمة والنفخة اللي في صدر أبويا، كان أبوها تعبان بيموت، فضلت سهرانة طول الليل عمالة تراقب النسمة دي ولا النفخة دي، لغاية لما الراجل عمل كده. لحظة عملت ايه؟ ولا حاجة. إنما الإنسان نفخة، النفخة دي من عند مين؟ فكل نسمة فلتسبح اسم الرب، ونقول له الشكر ليك يا رب، أسبحك وأباركك وأزيدك علوا من أجل حبك لينا أعطتنا عمر حتى هذه الدهر. فالمال منحة تيجي من خلال الزمان، من خلال المكان، من خلال الشهادة، ومن خلال الحواس، ومن خلال الفكر. لو واحد ما بيذاكرش أو واحد بينسى زي حالاتي، تلاقي الدرجات بتاعته 0 0 0 0، ويجي يتقدم السنة اللي بعدها مش فاكر السنة اللي قبلها. ربنا يحفظكم ويديكم الصحة والعمر. يبقى المال منحة من الله. يبقى رسول بولس يقول منحنا كل شيء للتمتع. صدقوني للتمتع، قداموا الصحة عشان تتمتعوا النهارده بالليلة المباركة دي في كنيسة العذراء والملاك. أشكرك يا رب. وأعطانا الوزنات العلمية والفنية. في واحد شفته صوابعه دي تتقل بالذهب، عارفين ليه؟ لأنه بيرسم أيقونات. إنما أخوه بيقول له أنا أغنى منك، والسبب برضه إيه؟ صوابعه. بيعزف في الليالي الملاح وفي الأماكن بتاعة الرقص والغنى. قال له بس أنا كفاية اللي أنا عندي الهواية إن أنا أعمل حاجة في بيت ربنا وأرسم أيقونات الكنائس. هذه نعمة ربنا بيديها لنا، مش كده؟ يبقى المال منحة من عند ربنا. أشكرك يا رب، وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حكمك. لما بنيجي نقدم عطية انتوا بتقولوا كده، منك الجميع وايه؟ ومن يدك أعطيناك. حد يعرف يقول لي برجع الآية دي ومين اللي قالها؟ موجودة في أخبار أيام تاني أصحاح 29 عدد 14. اللي قال الآية دي داود النبي على إيه؟ على الذهب والفضة والحاجات اللي جمعها عشان يبني لربنا الهيكل، وهو ما بناش. مين اللي بنى؟ سليمان الحكيم. يبقى المال ملحة من عند ربنا. الحاجة الثانية، المال غير أساسي للحياة. يوه يا ناس عندهم مش عايشين، آخر تعاسة وآخر فقر نفسي ويمكن فقر روحي، مش حاسين بغنى نعمة ربنا. غير أساسي للحياة. متى كان لأحد كثير فليعلم أن حياته ليست من أمواله. أمال من مين حياته؟ من عند ربنا. هكذا الذي يكنز لنفسه، الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي، يكنز لنفسه ويحوش لنفسه مش لغيره. اللي بيحوش لغيره ده يا بخته. يحوش ويدي، يكنز ويدي ويوزع. ويقول الكتاب ذبائح مثل هذه يصر الله. بيعتبرها الذبيح التوزيع. ربنا في الرسالة إلى عبرانيين اصحاح 13 إن التوزيع عبارة عن ذبيحة بتتقدم لربنا. آخر حاجة وزعتها إيه؟ في واحدة وزعت عندنا في اجتماع السيدات النهارده فطير. مين قال لك؟ طيب يا ماما، وانت بتيجي كل يوم عشان الفطيرة. اوعي. ناس شاطرة بتعرف ازاي تراضي الناس وتراضي ربنا. هم مش محتاجين للفطيرة،
بس محتاجين ان الكنيسه بتحبكم. من خلال مين؟ من خلال الاعضاء. نحن الكثيرين اعضاء بعضنا البعض. انت بتديني حاجه حلوه وانا بديك حاجه حلوه في اسم المسيح، تبقى جميله قوي. زي الجماعه اللي رنموا لنا دلوقتي، ادونا حاجه حلوه، بس انتوا عندكم سيدات حاجه اخر احترام. النهارده في الاجتماع بتاع السيدات اللي قالوا نفس الترانيم تقريبا، السلام لك يا مريم يا ام الله، قالوها اطفال الحضانه 2 و3 و4 واكبر واحده 5 سنين. قالوا الترانيم دي قوي، قالوا 3 منهم. كنت فرحان بيهم جدا. بس ما كانش فيه الموسيقى اياها دي، كان فيه دف وتريانتو على قدهم، حاجه اخر لخبطه لكن جمال على قدهم، حاجه حلوه. يبقى المال منحة من عند ربنا، والمال ليس اساسي للحياه. ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. طب خدوا الحاجه الثالثه كمان، المال غير اساسي للسعاده. احكي لكم حكايه. مره واحده نسيت تعمل التالت بتاع ماما، بتاعت ايه تاسف؟ قلت له يلا بينا. فين؟ قال لي مشوار طويل. عندهم فيلا، بس مش قادر اقول ربنا عندكم يعني. الفيلا كان عليها خناقه وعندهم قد كده. بعدين بعد ما خلصت الصلاه مسكتني بنت المنتقله وشدتني كده. الذهب بتاع ماما للستات ولا الرجاله؟ فكرتني بكلمه ربنا يسوع المسيح: من اقامني قاضيا او مقسما. بالظبط. كل اخي ان يقاسمني الميراث. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ كتير. طب اعمل ايه؟ يعني ربنا قال لهم كلام حلو كبير قوي، وضرب لهم مثل الغني الغبي. تفتكروا هو غبي ليه؟ نعم؟ فاكر انه يعيش كتير. اول حاجه ما بيحبش اخوه، ودي اوحش حاجه. لو كان بيحب اخوه يقول له دول كله بتاعك. لا دي بتاعتي. انا خدت حاجه، ما خدتش حاجه. خد يا اختي، خد اللي انت عايزاه، خد. وهو كمان ولا هيجي مش هياخدوا حاجه معاه. ايه اللي بيبقى؟ المحبه. هذه الحاجه الخالده. اعملوا كده، اعملوا لبكره. وعند ربنا دي حاجه كبيره جدا. ان قدم انسان كل ما عنده عوض المحبه فتحتقر احتقارا الا المحبه. اسمه الله محبه. المال ما يساويش حاجه خالص خالص خالص. اقول لكم حاجه ثانيه بالنسبه للمال، ليس اساسي للسعاده. رحت عند واحد راجل كبير اناوله، الله يريح روحه، ولقيته قاعد على كنبه. فبقول له لاولاده ينام على الكنبه؟ ده لو وقع حوضه هيتكسر وعمود الفقر هيتكسر. انقلوا له السرير ده بينام عليه حد. قالوا له طب ده هو شاطر نيمه على السرير. قلت له يلا يا عمي قوم معايا ننام على السرير حتى ابقى سعيد ان انا عملت حاجه فيك حلوه. قال لي نزل ايدك. قلت له حاضر. ايه في ايه؟ اتاري الكنبه فيها سحاره وحاطط فيها الفكه. صدقوني امام ربنا فكه كلها ولا تساوي. لكن في حاجه اسمها ايه؟ الطمع. المال ليس اساسا للحياه اطلاقا. وقعدوا يعدوا في الفلوس بعد ما مات، دفنوا بيها. ما كانتش تتجاوز ابدا 3000 وربع ابدا.
ونايم عليها وحاطط كل رجاءه في الصحة يا عيني. هكذا الذي يكنز لنفسه، اللي بيقول عنه الرب يسوع انه ليس غنيا لله، يبقى يبقى غني، ما عملش حساب بكره وما عملش حساب ابديته، يبقى غير اساسي للحياه وغير اساسي للسعاده، وهو منحه من عند ربنا. الحاجه الرابعه، المال غير يقيني، زي ما بيقول الرسول بولس: اوصي الاغنياء في هذا الدهر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على عدم يقينية المال. يعني ايه عدم يقينية المال؟ يعني مرة بيزيد ومرة بيقل ومرة بيروح ما يرجعش. يلقوا رجاءهم على مين؟ على ربنا. إلا اللي يلقي رجاءه على ربنا. أعرف واحد حبيبي كان عنده مصنع موبيليا، ومرة راح خبطوا عليه كده، هو قوم يا راجل في عيد من أعياد الأضحى المبارك ولا مش عارف بيسموه المصنع كله اتحرق، حتى الأعمدة ربنا يحافظ على كنيستنا وكل الكنائس اتشققت عشان يقوم المصنع من جديد. عايز بيسموها قمصان للمسلح، يعني المسلح فوق المسلح، وقد يصل هذا إلى الأساس. عملوا هنا كده الحمد لله عمود واحد الحمد لله. في كنائس ثانية ومنهم كنيستنا عملوا كده حتى في الأساس، غيروا الأساس سنين والحديد مش 100%، فتعب الحديد. فلما يجوا يغيروا من تحت لفوق، ما ينفعش كده أبدا من النص ولا من فوق أبدا، كله. هكذا صنعوا المهندسين للمصنع ده، يعني جابوه من تحت لغاية فوق، جديد في جديد، ورصيده كان صفر. كان عامل أوضة نوم فخمة جدا لأحد الآباء الكهنة، وهيستلمها أبونا بعد العيد المبارك ده وبنته هتتجوز. طب اتحرقت الأوضة بتاعت بنته، واتحرق مش عارف خشب شبابيك وبيبان لإحدى المطرانيات. طب هو يعوض ولا ويجيب منين؟ صوروا بقى اللي زرعوا حصدوا. كل واحد يقول له حبيبي ماشي حالك، طب خلي دول معاك سلف، خلي دول معاك سلف. الحب اللي زرعه لقاه على من اللي حواليه، حبوه قوي، فراحوا يردوا في النكبة اللي هو فيها. ردوا عليه بأكثر مما كان يظن. وأنا شخصيا ما كنتش أفكر أبدا إن ممكن المصنع ده يقوم تاني. نكبة، لكن مين اللي عوض؟ نشكر الله. الذي يزرعه الإنسان أيام يحصد. اوعوا بقى تقولوا أيام صعبة خالص، مفيش أصعب من الوقت اللي بقول لكم عليه عند بعض الناس. يبقى المال غير يقين، بيروح ويجي. ويقول لنا الرسول بولس حاجة تانية، إن المال وزنه لابد إن احنا نستثمرها جيدا. يعني أوصي الأغنياء أن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. اسمعوا الآية دي: مدخرين لأنفسهم أساسا ليمسكوا بالحياة الأبدية. شوفوا بقى المال يخليني أمسك وأنا في الأرض الحياة الأبدية. مدخرين لأنفسهم أساسا للمستقبل. دي الكلمة الوحيدة اللي ذكرها
الرسول بولس عن المستقبل. المستقبل ده في ايد ربنا، لكن احنا ممكن نمسك في المستقبل بالحياه الابديه. الله، من خلال ايه؟ من خلال عطيه المال. ولذلك تعالوا احباء الله نستغل هذه الوزنه اللي ربنا بيديها لنا ونمسك بالحياه الايه؟ الابديه. يعني تستثمر اموالك لحساب مرضى الله، تستثمر اموالك لخلاص نفسك، تستثمر اموالك من اجل ابديتك. وتعرفوا قصه ابراهيم الجوهري طبعا، قد ايه الراجل دوت كان سخي جدا جدا جدا. بعد ما مات خدوا بنته اسمها دميانة، قالوا لها تعالي، وكانت الحكومات بتاخد نسبه من الميراث اللي سايبه المتوفي. فين فلوس ابوكي؟ افتكروا بقى ان الراجل غني قوي 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 ووراه قد كده، عشان ياخدوا من وراه قد كده. فقالت لهم تبهلوني 3 ايام، فامهلوها 3 ايام. فراحت جابت حبايب ابوها. مين حبايب ابوها؟ الفقراء والمساكين. وراحت قالت لهم اموال ابي استودعها بطون هؤلاء، خدوا بقى منهم. عارفين خدوا ايه؟ صلواتهم ودعواتهم، ويقول الله يرحمه الى يحرقه في فردوس النعيم. استثمر اموالك بحساب مجد المسيح ومحبته. المال لا يتكل عليه. بيقول لنا سليمان الحكيم إن جعلت المال، إن جعلت الذهب عمدتي والإبريز متكلي، أكون بحق الله من فوق. يعني يبقى الذهب والإبريز ده اللي متكل عليه وسنده، يبقى هو ضمن بيجحد الله وينكره. انتوا تفتكروا يهوذا، حد كان يقول يهوذا من التلاميذ المحيطين بيه انه ده بيخنصر؟ حد شاف؟ حد دري؟ خالص. مصيره ايه؟ طب شوفوا بقى واحد تاني ايده فاضيه بس كان بيتكي على صدر المسيح، راح فين؟ عارفين كمان ليه بطرس انكر المسيح؟ مش يهوذا خسر ابديته وبطرس انكر المسيح. قعد وسط ناس وبيتدفى معاهم، والناس دول مش مننا. اوعوا يشاركوا الجيل الفاسد والفاسق. اوعوا نلبس زيهم وناكل زيهم احنا ونقعد نتدفى وسطهم. كان بطرس جالس وسط الناس الوثنيين الرومانيين بيصطلي، يعني بيتدفى وسطهم، فأنكر المسيح. والكتاب يقول ايه حاجة كمان على بطرس، معلش خارج الموضوع، لا مش خارج الموضوع، بيقول عنه رآه من بعيد ما حبش يقرب عشان عرفوه انه من التلاميذ. لا قربوا وما تخافوش. عارفين مين اللي بيخاف؟ اللي من بعيد لبعيد، ما عندوش استعداد يخش للعمق وعينه تتفتح على المسيح. تقول لي طيب ايه المطلوب بقى بعد كل الكلام اللي انت قلته ده؟ هقول لكم اول حاجه الكفايه. اما القوت والكسوه فلنكتفي بهما. ايه القوت دوت؟ نعم الاكل؟ لا، اقل قليل من الاكل القوت، بس حاجه تسد الرمق كده زي ما بيقولوا. والكسوه الحاجه تتغطي. ده احنا عندنا كده. ارحمني يا رب، ارحمني. شفت مره واحده بيكفنوها بعد الشر على الكل، بس دي حاطه في دماغي قوي، مش عارف يلبسوها ايه. قالوا لا في تاني، لا في تاني.
في حاجة أحسن من كده، بيكفنوها بأحسن حاجة. وبعدين راحوا جابوا هدوم وطبقوها حطوها حواليها في النعش. أما القوت والكسوة فلنكتفي بهما. واحنا بنقول كده في أوشية أهوية السماء ومياه النهر، لنزداد في كل، ليكون لنا الكفاف في كل عمل صالح. لنزداد في كل عمل صالح، ليكون لنا الكفاف في كل شيء، لنزداد في كل عمل صالح. عارفين اللي بيبقى عندهم كفاية والحمد لله، اللي عندهم يزيد. عندكم في البيت ولا ما عندكمش؟ عندكم ايه؟ شفت بقى؟ كل حاجة. ناقصين حاجة؟ ما ينقصناش حاجة. طب في حاجة كمان بالنسبة للمال، احنا بنقولها خبزنا كفافنا عطينا اليوم، وفي ناس يقول خبزنا السماوي، وليكن حلو برضه. خبزنا الأرضي مفيش مانع، هو رب كل عطية صالحة. طب نعمل ايه؟ احنا قلنا نمرة 1 الكفاية، نمرة 2 تعطي لكل ذي حق حقه. ربنا له حق عندك ولا ما عندوش؟ ليه؟ أول حاجة إيه؟ العشور. العشور وتحسبوها جيدة، وهو قال هاتوا جميع العشور وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوة السماء حتى تقولوا كفى. قوة السماء اللي هي إيه؟ الشبابيك بتاعت السماء. طب هيفتحها هيدينا إيه؟ لا، الحياة الأبدية. إلا السماء فيها إيه؟ ما فيهاش خيرات، ما فيهاش مش عارف أكل وشرب وحريات والكلام ده. فإحنا نتعب هنا ونتعب هناك؟ لا، إحنا نتعب هنا ونتنعم هناك مع الملائكة والقديسين بالتسبيح والتمجيد لاسم الله العلي. الحاجة ما تنساش حق ربنا، ما تنساش حق شريك الحياة. أحيانا الستات بيبقوا أكتر إخلاصا من الرجالة. ده يا رجالة افتكر الست، لا كل سنة وانت طيب، ده مش للبيت، ده ليك انت شخصيا. اوعي تنسي، اوعي تطلعي حاجة كده، ده ليك انت. جيبي، اجيب ايه؟ ما انا عندي كل حاجة. جيب اللي تجيبيه، تصرفي. أن تحس ان هي متقدرة، مش كده؟ وترد برضه، تاخد ايديك ربنا يخليك ليا. بتعملوا كده؟ واحد يقول لي هي بتاخد المرتب كله. انت شاطر، صدقني شاطر. اللي تاخد المرتب كله هي هتطلع العشور وهتديك ايه؟ في عيد ميلادك وفي كل حاجه، ما تقلقش. لا دي حاله خاصه بقى، تعترف معاك باعترافك. طب في حاجه كمان، حق الله وحق شريك الحياة وحق الولاد. عارفين الولد الصغير ده ولا البنت دي لما ماما تحط لها كل شهر وهي مش لاقياها كده 20-30 جنيه في دفتر التوفير، قداسة البابا تودروس عمل مشروع اسمه ايه؟ المهم يعني البنات بتوع إخوة الرب الكنيسة تعمل لهم دفتر وتحط في الدفتر كل شهر حاجة عشان لما يجي سن الجواز تاخد من بتاعها من دفترها. مش عارف نسميه اسم كده حلو، راح من دماغي، ما علينا، سيبكم الاسم، لكن شوفوا الفكرة. وحق التعليم، هيبقى عايز يخش الكلية الفلانية، هنقعد نجيب له منين؟ وهو أساسا من إخوة الرب، هنجيب له منين كذا ألف في الشهر ولا كذا ألف في السنة؟ والكنيسة تجيب منين لده وده وده؟ طب ما الأسرة والكنيسة تساعد مع بعض. حق الإيه؟ حق الأولاد، دبر لهم على قدر ما تقدر وعلى قدر استطاعتك حاجة لبكرة.
كان زمان يقولوا القرش الاسود ينفع في اليوم الايه؟ اخطيت سامحوني. الابيض ينفع في اليوم؟ لا، ما عندناش يوم اسود. كل ايامنا بيضة بيضة، كل ايامنا حلوه، عشان نصلح مش لوحدنا. لو لوحدنا يبقى اسود. الحمد لله الكنيسه عندكم فيها نسبه اللابسين اسود قليل. احيانا نخش الكنيسه عندنا تقولوا رايحين جنازه. ايه ده؟ ان شاء الله تبقى كله ابيض فابيض باذن الله. ما تنسوش كمان حق الاسره. ايه الاسره دي؟ يعني تيتا وجده، تيتا وجده ان صح التعبير، ولو كانوا محتاجين. لكن العكس على فكره، تيتا وجده هم اللي بيدوا، صدقوني. مش كده؟ برضه عشان صدرهم واسع، والايام علمتهم كيف يكون الحب لاولادهم ولاحفادهم. احذروا الكلمه اللي قالها ربنا في بدايه المسيح. قال ايه؟ قال انظروا وتحفظوا من الطمع. الطمع ده سماه الرسول بولس اسم تاني، عبادة الأوثان، الذي هو عبادة الأوثان. حط المال راسه براس ربنا، يرحمني يا رب. لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، الله والنبي. أمال إيه؟ هو إله واحد. لما اترسمت قداسة البابا الله ينيح روحه قال لي كلمة حلوة أنا وللآباء. قال لنا حطوا المال في جيوبكم، اوعوا تحطوه في قلوبكم. حطوا المال فين؟ في قلوبكم. ايوه كده صحيح. مين اللي ردت عليا؟ جايزة. ده طمع. والطمع ده هو بيخرب بيوت. صحيح جد. يبقوا متفقين العروسه والعريسه الخطيبين على حاجه، ابتدي ام العريس ولا ام العروسه تروح ضربه فتيله. طب ما تجيبش هو كمان كذا وكذا ليه؟ راح الموضوع وراحت الخطوبه والعريس قال طماعين عشان حاجه واحده صغيره تافهه. لا، خلينا الوعود اللي احنا بنتفق عليها. الطمع كمان بيبقى له صوره في الشغل، ان احنا عايزين يا حضرات اللي بتشتغلوا موظفين موظفات، عايزين كل حاجه ما نتعبش. صوره من الطمع، ناخد وما نديش. وفي البيت كده برضه. طولت عليكم، كل سنه وانتم طيبين، ويعني كل المجد والكرامه. الرجل الرقص أبونا أنسانوس رمز كتير على كلمات النعمة الجميلة عن الإنسان والمال. ربنا يدينا وبركة ونعمة. اتفضلوا وصلوا. الله علينا وباركنا ويسر وقع علينا ويرحمنا ويغفر لنا خطايانا بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا. إنما القديسة العذراء مريم والأربعة المؤمنين مخيل وربيان وخيل وسريان وفروزياتنا والمرقس شفعنا البطل مال جفس وكل مصاف الملائكة والشهداء القديسين، بركتهم ومحبتهم وعنتهم تكون معنا امين. اللهم اجعلنا مستحقين لرب الشكر يا ابائي الذي في السماوات قدس اسمك يا والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا محمد صلى الله عليه وسلم شركة الموهبة وعطيك الروح من القدس المليون كلمة بسلام سنة مع جميعا.